من أرض في أقصى بلد الصومال، لهم عاصمة تسمى هرجيسا، يسمون بلادهم صومال لاند، في جنوب في أرض الصومال. التقينا ببعض الطلاب هنا فطلبوا منا أن نزورهم، وأن بلادهم تحتاج إلى من يذكر الناس بمسلك أهل السنة والجماعة، ويذكرهم بالارتباط بالصالحين، لأن الحال الغالب على أهل البلدة ارتباطهم بالعلماء والصالحين والأخيار، ومات عنهم كثير من علمائهم وصلحائهم، ولم يخلفهم من بعدهم من يقوم في مقامهم ومن يحل في محلهم. وتيسرت الأسباب وعزمنا على الزيارة ووصلناهم بحمد الله جل وعلا. البلد التي وصلنا إليها سمعنا عنها كثير قبل أن نصل، لكن عندما وصلناها رأينا ما لم نكن نتوقع، وعلمنا كيف إذا أراد الله أن يصلح حال قوم يصلحه لهم، وإذا أراد أن يدبر للمؤمنين أمرهم يدبره لهم، وهو القادر على كل شيء. إلى قبل سنوات قليلة وكلكم يعلم ما مرت به الصومال كلها من حروب أهلية ومن مشاكل ومن فتن ومن تناحر ومن ثارات ومن تكدر في الأوضاع المختلفة، وحلت بهم البلايا الكثيرة، ولكن تصل إلى تلك البلاد وكأن شيئا من هذا لم يحصل هنا، وكأن شيئا منه لم يجري هنا، وطمانينة الناس بالإيمان بالله جل وعلا، ليس بينهم مشرك بالله من أول البلاد إلى آخرها، وليس بينهم في تلك البلد أي شيء يثير الرعب والخوف والقلق ولا الفزع، مع أن ما يدعيه الإنسان في هذا العالم من مقومات الأمن الذي هو المال والسلاح والسلطة التي بها يكتسب الأمن معدومة في تلك البلاد، لا مال ولا سلاح ولا سلطة قوية، ولكن الناس في أمان، لكن الخلق مؤمنين بأمان الله رب العالمين. ذهبنا نجول في شوارع تلك البلاد ووصلنا إلى عند المسجد الكبير للجامع، فإذا بالنساء يبيعن الحلي الذهب بلا دكاكين بلا حارس، يبيعنه في الشارع، ويستعنن على حفظ الذهب إما بزجاج يغطين الذهب بها أو خرقة يسدلنها من فوق وهكذا وهن جالسات. فإذا جاء وقت الصلاة دخلنا النساء إلى المسجد يصلين الصلاة، وبقي واحد من الأولاد أو من الرجال أمام بساط الذهب كلها ينظر إليها عشان يرجعون من الصلاة، فإذا رجعوا كملوا بيعهم وشراءهم واستمروا على هذه الحالة. وأردنا أن نشتري منهم، قلنا لهم هذا في بركة، شوفوا بنشتري منه، بناخذ هذا الأمن العجيب. قالوا اصرف فلوسك عند الصراف هذا. إذا الصرافين كل واحد حامل فلوسه في عربة هكذا في الشارع بلا دكان بلا شيء، رابط الفلوس بحبل، مربطة قدامه بحبل، بغيت شيء يفك الحبل يصرف لك القدر اللي بغيت يرجع فلوسه يربطها. الكثير منكم قد زار بلاد تدعى بالتطور والحضارة والأمن، إذا راح يجرب دخل أي محل صرافة، بعض بلادنا العربية وكثير من البلدان في العالم والبلاد المتقدمة أشياء فيها أكبر، الصراف عنده زجاج ضد الرصاص، والفلوس يعطيك إياها من تحت تستلمها وشلها من تحت ما حتى يده ما تقدر تصافحها وتصل إليها، وهذا في هذا الأمن. هذا معنى قول إبراهيم لقومه: فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما تجردوا عن التبعية ما خنعت رؤوسهم ولا ذلت لا لتبعية سلطة غربي ولا شرقي ولا حضارة دنيا ولا أخرى، تجمعوا مع بعضهم قالوا: نحن أقوام مسلمين عباد الله نؤمن بالله تعالى، ما لنا دخل نخضع لشيء من أنظمة العالم، شؤون دنيانا سنرتبها بوفق ما ييسر الله لنا، بأفضل ما ييسر الله لنا، نقيم شؤون دنيانا، والأصل أن نحامي على ديننا وأن نحامي على عقيدتنا وأن نحفظ صلتنا بربنا ونبينا. فإذا بالله يسخر لهم هذا كله وييسر لهم هذا كله ويعطيهم هذا كله. هذا مثال حي واقع في واقع المسلمين، رأيناه وشاهدناه واطمأننا على حراسة الله تعالى لهذا الدين، وهو مثال وعبرة لكل من زعم أنه يريد أن يؤمن نفسه أو يطور حاله أو يصلح شان بلده بغير ما تمسك بهدي رسول الله ومتابعة له، فإن ذلك لن يكون وإن ذلك لن يتم، وإنما وعد بالتمكين في أرض الله من أقام شرع الله سبحانه وتعالى. حتى التقيت ببعض المسؤولين في بلدهم واستقبلنا وقال لنا: نحن في بلدنا ماشي سارق. شوف، كل الفترة هذه الماضية، السنوات العشر الماضية علينا في البلاد ما قد الشرطة مسكوا واحد يسرق. الفقراء موجودين، النفوس غير المزكاة موجودة، هذا في كل مكان، أهل المعاصي موجودين، لكن الله قذف في قلوب الخلق العفة مما في أيدي الناس. ما حبغى حق
ما له رغبة يشيل حق حد، ما له إرادة يلمس مال لحد. إذا أراد الله إصلاح قوم أصلحهم، وإذا أراد الله أن يعمر بلاد عمرها. فرأينا السر من وراء ذلك. نسألهم إيش هذه البلاد، من فيها، ماذا عندكم؟ إذا بنا نمر على أماكن قد دبغتها أقدام صالحين وعارفين بالله كبار عظام من أهل السند المتصل برسول الله، زموا زمام أهل تلك البلد، وإن كان قد مضى على وفاة بعضهم 400 سنة 500 سنة 600